القصة ديال اليوم قصة هروب ملحمية ديال واحد الكولونيل مغربي سميتو حسن المرضي اللي هرب من السجن الرابوني، السجن العار اللي كان في البوليزاريو الاخوان. اليوم غادي تعرفوا على هذه القصة هذه، كيفاش اولا دخل هذا السجن الرابوني وكيفاش استطاع انه يضرب من تيندوف حتى الجدار الرملة الاخوان. فداك الشيء علاش تبعوا معايا القصة من الاول حتى الاخر، لان قصة غادي تحبس لكم الانفاس ديال بصح. حسن المرضي واحد الكولونيل اللي كان قرا في واحد المدرسه فرنسيه للطيران. خاصكم تعرفوا باللي في الفتره ديال السبعينات والثمانينات كانت الحرب النيضه ديال بصح ما بين البوليزاريو وما بين المغرب، وكانوا البوليزاريو في ذاك الوقت كيدخلوا دغيا المغرب. كانت ديك اللعبه مدرعه باش نجيكم نيشان، كان مدرعه القضيه. فكانوا كيدخلوا وكيخرجوا وكيهربوا، المهم واخدين راحتهم. ولكن المغرب قرر في سنه 1980 انه يبني واحد الجدار كيتسمى الجدار الرملي. هذا الجدار الرملي تستغرق البناء ديالو 7 سنوات، وتخيلوا ان المسافه ديال الجدار الرملي تعادل نصف مسافه ديال سول العظيم. فحسن المرضي كان طيار اللي كيحرس التراب الوطني المغربي، وكانت عنده واحد الطياره كتسمى الاف 5. شنو هي الطياره الاف 5؟ الطياره اف 5 كانت واحد الطياره امريكيه، وكانت هي من اقوى المقاتلات، وكانوا اغلبيه ديال الدول كيعتمدوا على الطائره هذه في الحروب. كانوا هاد الطائرات ديال الاف 5 معروف عليهم السرعه، كانت هي اسرع طائره في ذاك الوقت. ولكن الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت كان كيساند البوليزاريو، وعاد كتساندوا الجزائر وكتساندوا ليبيا. المهم كانوا مجموعه ديال الدول اللي تابعين للحلف الاشتراكي كانوا كيساندوا البوليزاريو، وكانوا فهمتي ما عندهمش مع المغرب. فالاتحاد السوفيتي كان مخترع في ذاك الوقت واحد السلاح كيتسمى السامسات. هاد السامسات كانت واحد السلاح اللي كيخدم بلانفغاروج، وكان في ديك الوقيته واحد لا تكنولوجي اللي يلاه بانت. فهاد السامسات كانت ساهله، كان سلاح سهل، يكفي انه يحطه فوق كتافه، ويكفي انه فهمتي يلقط مثلا الطائره غاده كي غير كشدها بلانفا، كتضرب نيشان كتبع الطائره كتدمرها. فهاد الشيء اللي طرا للمسكين الحسن المرضي في واحد المناوره عسكريه كان دايرها حسن المرضي، وكان غادي مزيان، حتى اذا به غادي فهمتي غادي يضربوا السلاح ديال السامسات. فالحسن الحظ ديال الحسن المرضي او ميم طون سوء الحظ ديالو غادي يتعتق من طائره، ولكن هنا غادي يعتقلوه البوليزاريو. وهنا غادي تبدا قصه المعاناه ديال الحسن المرضي، وكيفاش دخل وكيفاش كانوا كيتكرفسوا عليه. لانكم خاصكم تعرفوا، وهذا الشيء انا الاخوان لطالما قريت كتب على هذوك الناس المعتقلين اللي كانوا في البوليزاريو، بغيت غير نفهم واش هادو كانوا مسلمين. لان راه شوف راه بزاف داكشي اللي كانوا كيديروا لهم. تخيلوا ان كان السجن الرابوني مثلا كانوا كيبيتوا في حفره، كانوا كيبنيو واحد الحفره كبيره، وكانوا كيجمعوا جميع السجناء وكيرميوهم تماك. عاد هذوك الاشغال الشاقه، عاد الماكله، عاد دوك الجلادين اللي كانوا تماك. لان خصنا نديروا فيديو بوحدو، خصنا نرويو دوك الجلادين اش كانوا كيديروا السجناء مساكن في ذاك الوقيته، او الاسرى، لانهم اسرى ماشي سجناء، ولكن هما كانوا كيعتبروهم سجناء. وحنا الدين الاسلامي ديالنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضرب مثال كيفاش كان كيعامل الاسرى الحرب، كان كيعاملهم بواحد الطريقه مزيانه. ولكن هادو ماشي مسلمين، وعيب على راسهم انهم يسميو راسهم مسلمين باش نكونوا واقعيين. فما علينا، حسن المرضي غادي تعتقل وغادي يولي اسير حرب، وغادي يدخل للسجن الرابوني. السجن الرابوني من اكثر السجون وحشيه في التاريخ الانسانيه باش نكونوا واقعيين. ف منين دخل الحسن المرضي ما رضاش بالوضعيه اللي هو فيها، كيدوز واحد الحياه خايبه وكذا. وكأي واحد كيدخل الحبس كتكون من اكثر الافكار اللي كتراود ليه العقل ديالو، لان كيف ما انتم عارفين الطبيعه البشريه كتبغي الحريه. فهو حسن المرضي كان باغي يهرب منك السجن ديال الرابوني باي طريقه. فهنا بدا كيفكر في الطريقه الامثل باش انه يهرب من السجن الرابوني. فطاحوا عليه بزاف ديال الافكار. حسن المرضي فاش دخل السجن الرابوني كان خدام في الهلال الاحمر، لانهم هما كانوا مقسمينهم كل شنو كان كيدير لاطاج ديالو. نقول لكم الهلال الاحمر انه كان مثلا ملي كتجي شي حافله ولا شاحنه فيها السلاح، كان كيمشي كيخوي ديك الشاحنه وكيعمر عاوتاني. المهم هذه هي لاطاج ديالو. وكانت عنده فكره ديال انه مثلا يسد واحده من هاد الشاحنات باش انه مثلا يوصل لبشار، من بشار غادي يهرب باش يدخل للمغرب. وكانت عنده فكره اخرى اللي هي الفكره الاسطوريه الاخوان، انه يمشي الجرة من السجن الرابوني الحدود المغربيه الجدار الرملي. وهذه كانت شبه فكره اللي صعيب شي واحد انه
غادي يستوعبها، لان بعض المرات هادوك دوك الجلادين اللي كانوا سيجربوني كانوا كيحلوا لهم الباب وكيقول لهم الا قديتوا تهربوا هربوا، لان كاينه الصحراء، والصحراء المغربيه الاخوان وخصكم تعرفوا هاد الصحراء تماك واحد البيئه اللي قاحله، واحد البيئه اللي صعيب الانسان انه يستحملها. راه كنقول لكم الصحراء ما كاين لا ماء لا حتى شي حاجه. ولكن حسن المرضي كواحد طيار كواحد دوز ميليتير عنده واحد قوه الاحتمال، عنده بزاف ديال الامور، في نفس الوقت هو قال لك خصني نبريباري لهذا الهروب هذا. فبدا كيفكر كيفاش يمكن ليه يهرب، شنو هما الحوايج، شنو هما العوائق، يعني درسها من جميع النواحي. مشى مع واحد الكوموندو، كان كوموندو مغربي كان تا هو معتقل معاه، تا هو كان كتب روايه ديالو على ملي كندوز الاعتقال ديالو تماك. غادي يتشاور معاه، غادي يقول ليه غادي نهرب من الحبس. قال ليه بلا ما تفكر في الهروب، راه صعيب انك تهرب من الرابوني هذا. قال لي غادي ندير اي حاجه باش نهرب. قال لي راه كيف ما وحدين استطاعوا انهم يهربوا، راه حتى انا نستطيع انني نهرب. وقال لي الاخر باللي راه كيف ما وحدين هربوا، راه وحدين ما هربوش وفي الاخر صفاو عليهم. فقال لي شوف، اللهم نموت زعما وهما معتقليني، ولا نبقى في هذه الحياه هذه معذب وداك الشيء، اللهم فهمتي ندير شي با باش انني نهرب. فقال لي شنو غادي دير؟ قال لي غادي نبريباري العام كامل نبريباري، يعني غادي يدير تمارين رياضيه وبزاف ديال لي بريباراسيون باش يستطيع انه يهرب من السجن الرابوني. فهاد الشيء اللي كان نيت حسن المرضي بدا كيبريباري. خصكم تعرفوا في ديك الوقيته انه كانوا مسموح ليهم السجناء او الاسرى انهم يديروا الرياضه شويه، ولكن واحد النهار واحد دار نفس الخطه ديال الحسن المرضي واعتقلوه. فمنين اعتقلوه حبسوا عليه من الرياضه. هنا طاح في مشكل وفي مأزق. فجأة اش ولا كيدير حسن المرضي؟ كيحاول انه يتريني غير بالليل. تخيلوا معايا كيتريني بالليل الدراري، يعني الناس ناعسه هو كيتريني. واحد من المعتقلين اللي معاه كان بحال نقولوا عليه برقاق، فهمتي، برقق بيه عند هادوك ديال البوليزاريو، وجاو عنده كدا. فالاخرين حماوه، ولكن المره الاخرى بحال اللي جاه تانيب الضمير داك البرقاق، قال لي صافي غير سير غنكمل. فعرفوا راه غادي يهرب، ولكن صافي قال بلا ما غنبقى انا شاد عليه بزاف وداك الشيء. فحسن المرضي كيف ما قلت لكم بريبارا العام كامل. فهنا جات وقت الحسم وساعة الصفر كيف ما كنقولوا، وقت الهروب. اشنو دار؟ اولا خاصكم تعرفوا ان سجن الرابوني واحد السجن اللي الاسوار ديالو ما عالياش بزاف، ولكن في نفس الوقت فهمتي كاينين كيلاب الحراسه، كاينين بزاف الامور، كيديروا لي زابيل كل 4 سوايع ياك. فهذيك الوقيته كانت الغاز او ليسونس ديالهم ما بقاش كيجيهم بزاف. فاش ولاو كيديروا لابيل كيديروها مع التسعود، يعني كيكون باقي شويه الضوء داك الشيء كيديروا لابيل مع التسعود. هنا حسن المرضي طاح في واحد المأزق، لانه قبل كان دار مع واحد الاسير مغربي في واحد السجن ملاصق مع الرابوني، على انه فاش يكون كيديروا لابيل يجي الاخر يعوضه. ولكن فاش شاف القضيه حامضه فهنا ما عنده ما يدير. فمنين كانوا كيديروا لابيل داروا لابيل وداك الشيء. فهنا قال خاصني نهرب باي طريقه. رجع بكم في الوقت شويه اللور. حسن المرضي في داك الصور اللي غادي ينقز منه كان كل نهار كيرمي الرمل تماك، شويه ديال الرمل شويه ديال الرمل. علاش؟ فاش انه باش فاش يطيح ما تكونش ديك الصدمه قويه بزاف، يعني يعني تكون شويه الخفه ديال ديك الدقه تكون شويه قليله. فهذا الشيء كان كل نهار كيلوح شويه ديال الرمله تما، كل نهار كيلوح شويه ديال الرمله. زادت على ذلك كان واحد السلك تما كان منبشو، كان قطعو. وهذاك الكلب اللي غادي يبرزطهم كان مشى عند واحد الحارس تماك، واحد السجان تمايا، قال لي هذاك الكلب راه كيبرزاط وداك الشيء، فحاول غادي يطربطو ولا شي حاجه. فهاد الشيء اللي كان نيت. يعني هنا شوف كما كنقولوا طرق المسامر، طرق المسامر ديال الهروب ديالو. فهادشي اللي كان. مشى حسن المرضي توكل على الله، سلم على كاع صحابه، قال لهم الله يعاون. وتخيلوا معايا باش تعرفوا ان حسن المرضي كان واحد الانسان اللي مزيان. مشى قال لذوك الناس انا باغي نمشي نعس في الساحه، راه هذوك اللي انا معايا زعما في البلاصه فين كنعس معاهم راه مخاسم معاهم. علاش دار هذه القضيه؟ باش ما يجبدش لهم صداع. لانه لو بقى معاهم غادي يقولوا حتى نتوما كنتوا عارفين بلي حسن المرضي راه غادي يهرب وما قلتوا لي لا والو، فغادي تعاقبوا كاملين. باش يعتق دوك صحابو اللي كانوا كينعسوا معاه، ضحى براسو كان كينعس والبرد وداك الشيء باش صحابو ما يطرى لهم حتى شي حاجه. فهنا كما قلت لكم طرق المسامر، حسن المرضي نقز من السور. وهنا بدات قصه الهروب ديالو الملحميه. فاش كنقول لكم الجرا راه ماشي داك الجرا اللي على بالكم طا 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 داك الريتم العالي، لا.
غادي بتيتفولي كما كنقولوا، يعني ديك طاق خطوات خطوات، فهمتي. وكان في نفس الوقت خاصو يضربها سوفل. المسافه ما بين سجن الرابوني سميتو الجدار الرملي تقريبا 70 كيلومتر، يعني خاصو يضرب 70 كيلومتر في مده قياسيه ديال 12 ساعه، لا اكثر لا اقل. الا فات ديك 12 ساعه غادي يعيقوا به، قل غادي يعيقوا به. فهنا كان مسابق مع الزمان، واختار الوقيته ديال الليل لانه هي الانسب. اولا ما كتكونش الحراره طالعه، ثانيا هو انه صعيب يتقشع في الليل. وكان درس ديك الجغرافيا ديك البلاصه، لان كانت واحد المجله كان جابها لي واحد صاحبه، وبداو تماك عرفوا المسافه والطريق اللي غادي يسلك، يعني هادشي كامل كان هو عارفه حسن المرضي. زيادة على ذلك انه الماء راه دا معاه غير شويه ديال الماء، يعني الا تقاد لي داك الماء حسن المرضي غادي تصفى ليه الصحراء قبل ما غادي يوصلوا الاخرين. صافي مشى حسن المرضي. هنا بدا حسن المرضي كيمشي خطوه خطوه، بتيتفولي وصل تقريبا ربع المسافه. حسن المرضي بات ليه واحد السياره لاند روفير ديال البوليزاريو كدور تماك. هنا قلبو كان غادي يوقف، فشنو دار؟ مشى تحنا وبدا كيقرا القران باش انه ما يشوفوش. من مورا ما داز صافي حمد الله وشكرو كمل. فاش كمل غادي عاوتاني كيبان ليه واحد ماشي نقولوا سجن بحال تكانه ديال البوليزاريو كاينه تماك. فعاوتاني نفس دقات القلب، ولكن توكل على الله. فكل تخيلوا معايا ديك 12 ساعه عاشها في الرعب، ولكن عنده حلم واحد، هو انه خصو يوصل الجدار الرملي باي طريقه، لان صافي ما عندوش كيفاش. فكما قلت لكم خرج تقريبا مع العشرة ديال الليل 11 الليل. فاش قربات 8 د الصباح هنا بدا عينيه كتشوف الجدار الرملي المغربي. فهنا بدا كيتنفس، وهنا بدا كيشم الطعم ديال الحريه. فاش قرب الجدار الرملي كان جندي من الجيش المغربي مشى دار عليه السلاح، زعما انت زعما راكم عارفين راه فاش قرب تماك راه ضروري غيجي شي واحد يقنص عليك. فقال ليه السميه، قال لي راني رانا هارب من الرابوني. فهنا صافي دخلوا دغيا. فهنا نجحت ليه خطه الهروب. فكان حسن المرضي من جنود القلال اللي استطاعوا انهم يهربوا من هذا السجن المرعب اللي هو سجن الرابوني. الاخوان، شنو هي العبره من القصه ديال حسن المرضي؟ العبره هي انك عمرك ما تستسلم، وخصك تامن براسك. وفاش تقول باللي خصني ندير شي حاجه راه خصك ديرها، ما خصك ترجع للخطوه اللور. راه كنقول لكم الفكره اللي دارها راه فكره شبه، راه كتشوف الموت بعينيك. راه كنقولوا 12 ساعه، حسن المرضي ضرب في كل ساعه 7 ديال الكيلومترات، 7 كيلومتر في كل ساعه. وغير باش انه يريح كان كيجلس غير 5 دقائق في كل ساعه، كيجلس 5 دقائق. فمهم هذه هي القصه ديال حسن المرضي، لان كتعجبني ديال بصح، وكنت باغي نعاودها شحال هذه، ولكن جات الفرصه باش انني نعاودها. فما كرهتش ان القصه تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم، والله يعاونكم.